عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع بخير. وصفتنا اليوم صيادي السمك. أرجو الاشتراك بالقناة واللايك. عندنا هون فيليه سمك، نحط عليه الملح والبهارات، عبارة عن بهارات السمك والكمون وكركم وبودرة الثوم. بنحركهم مع بعض. بدي أجهز تغليفة السمك. الفيليه، طحين، كوب من البقسماط، بودرة الثوم، معلقة النشا، والبهارات ملح وكمون وبابريكا وبهارات السمك. بنحركهم مع بعض وبنغلف فيهم سمك الفيليه. على نار عالية بنحط الزيت، يكون الزيت سخن، وبننزل عليه سمك الفيليه. نقليهم تمنهم يتحمروا. ما قلبناهم، حمرنا جميع فيليه السمك اللي عنا. طريقة الرز الصيادية عنا: نحط الطنجرة على النار، وأضفنا الزيت النباتي وعليها بصلة مفرومة، بصلة كبيرة، ونخليها على النار حتى تتحمر. تحمرت عنا البصلة وصارت لونها على بني. ما تخلوها تنحرق، لو انحرق عندكم البصل بصير نكهة الرز مرة. بنضيف البهارات على البصل: اللومي، عود قرفة، وبهارات السمك، وكمون والملح، ومعلقة صلصة البندورة. خليهم على النار شوي، وبنضيف عليهم المي. نترك المي تغلي مع بعض حتى لون المي يصير بني. بنضيف الرز على المية وبنسيبهم على النار حتى يستوي. هيك استوى عنا الرز، ما أحلى حباتهم فتحة ولونهم بني. هلا طريقة الدقوس: زيت نباتي على الطنجرة، وبعدين بتحطي معلقة توم مفروم، وبتخليها بتحركيها على النار حتى تتحمر. بتضيفي لها فلفل مفروم، فلفل حار مفروم، وبتحركيهم حتى يتحمر التوم كويس. بتضيفي عليها صلصة البندورة، وبتحركيهم مع بعض حتى تتنكه البندورة من التوم والفلفل. وبتضيفي عليهم ملح وفلفل أسود. بتحركيهم وبتضيفي عليهم المية حتى يتسبكوا مع بعض. كمية المية ما تكون كتير، بدها يكون عندنا الصلصة جامدة، يعني تقيلة مو خفيفة، تقيلة، لأنها بدها تتاكل مع الرز. وخليكم معايا لآخر الوصفة. وهيك وصفتنا خلصت، وصحتين وعافية.